السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية على قناة جرافيكس جيم. النهاردة بنسجل الحلقة الثالثة من كورس أو سلسلة كورس أدوبي إليستريتور 2025، وأنا اسمي سامح محمد، ودي قناة جرافيكس جيم اللي بنتكلم فيها على الجرافيكس، تصميم الجرافيكس والطباعة وكل ما يخص الفيكتور جرافيك. النهاردة هنبتدي نتكلم على ازاي ان انت تقدر تعمل كرييت نيو دوكيمنت على الادوبي إليستريتور وتتعامل مع الارت بورت. ويلا بينا نبدا. بنبتدي ان احنا على البرنامج بنقول فايل نيو، بيبتدي يبان النيو دوكيمنت اوبشن. اول حاجه بنبتدي ندي نيم للملف اللي احنا هنشتغل عليه، وليكن مثلا ايه نمبر 1 مثلا. تمام. اي حاجه هنعملها على النيو دوكيمنت ده احنا نقدر نعدلها فيما بعد. يعني ده خبر كويس ان احنا نقدر اي اوبشن هنعمله على النيو دوكيمنت ده هنقدر ان احنا فيما بعد نغيره. تمام. اول حاجه بنشتغل على النيم، بندي نيم للملف اللي احنا شغالين عليه. الملف بتاعي ده هيبقى بالبكسل ولا بالبوينت ولا بالانش ولا بالسنتيمتر او ما الى ذلك، او كل مقاس من دول بينقل له الشغل بتاعه. مثلا انا عندي البكسل، لو انت مثلا بتعمل ويب سايت، بتعمل حاجه على هيتعرض على مونيتور، على شاشه وهكذا، فبيكون انت بتشتغل باي ديفولت بالبكسل. لو انت بتشتغل بقى في الطباعه او بتعمل مثلا حاجه برشور او كارت او حاجه زي كده، فانت هتبتدي ان انت تستخدم المليمتر او في الغالب السنتيمتر. تمام. بعد كده بيقول لي هنا انت عاوز المقاس بتاع الارت بورت اللي انت هتشتغل عليه او الملف اللي انت هتشتغل عليه. هل انت عايزه مثلا مقاس مثلا الاي 4 اللي احنا متعارف عليه 21 سم 29 سم و7 من 10 مثلا، سي عايز ده بالطول ولا بالعرض؟ كمان عايز عدد الارت بورت اللي انت بتشتغل عليها، هل مثلا هي ارت بورت واحده ولا انت محتاج تعمل ملف فيه كذا ارت بورت، مساحه عمل مشتركه مع بعضها. تمام. هنا كمان برضو بيقول لي حاجه اسمها البليد ده عباره عن ايه؟ البليد ده عباره عن مساحه زياده على الارت بورت، احنا بنزود فيها اللون، بحيث ان انت لما بتيجي في الطباعه بتلاقي نفسك محتاج ان انت تزود فوق المساحه نفسها او مساحه التصميم نفسها يعني. تمام. مساحه لونيه، بحيث ان انت لما في ساعه الطباعه والقص ما يحصلش ان يكون في جزء ابيض في الحواف بتاعت مثلا الكارت او البروشور اللي انت بتشتغل عليه. تمام. عندي كمان الجزء بتاع الكالر مود، وده كنا اتكلمنا عليه كان في الحلقتين اللي فاتوا، لكن برضو بننوه عليه تاني. لو انت بتشتغل فور برنت، لو انت بتشتغل للطباعه، فانت محتاج ان انت تشتغل CMYK كلر. ولو انت بتشتغل حاجه فور ويب او بتتعرض على الشاشه، فانت بتشتغل على الRGB كلر. تمام. عندي كمان الراستر افكت. يعني ايه راستر افكت؟ يعني از راستر جرافيك لما تبتدي تشتغل بيه او بتبتدي تسيفه على الجهاز. يعني انا مثلا عندي ملف فيكتور، وهبتدي ان انا اعمل له، اخد منه صوره، هعمل سيف از PNG او از JPG عشان اعرضه على العميل. فهنا بيقول لي الراستر افكت بتاعي شكله ايه؟ هل 300 وهل 150 هل 72 وهكذا. طبعا اعلى حاجه للبرنت اللي هو ال 300 PPI بوينت بير انش. هنا بيقول البريفيو مود، هل انت عاوز البريفيو مود اللي انت شغال عليه الشكل اللي هيبان بيه الملف على الستريتور، هل هو الديفولت؟ احنا دايما بنسيبه على الديفولت ومش بنختار البكسل او الاوفر برنت الا في حالات معينه هنبقى نقولها فيما بعد. طيب، هنا بيتكلم على الجزء اللي هو ايه يعتبر الشمال ده. بيقول لي انت عاوز تشتغل ب ارت بورت او ملف متسيف قبل كده، موجود قبل كده. ممكن مثلا A4 اللي هو يعتبر المقاس المشهور للورق، اللي هو يعتبر ورق الطباعة وورق التصوير كله مقاسه A4، ولا عاوز مثلا A5 مقاس اقل. تمام. او ان انت تكون فيما قبل انت مسيف عامل سيف ل مقاسات معينه. يعني مثلا انا هنا عامل مثلا مقاس الكارت، بحيث ان انا لو انا مثلا بشتغل كروت دايما، فهبتدي ان انا
اكليك، مجرد ان انا هكليك على مقاس الكارت فهيبتدي ان هو يفتح لي ارت بورت بمقاس الكارت. او بشتغل مثلا فيسبوك بوست، فانا عامل ده الفيسبوك بوست باي ديفولت موجود عندي. طب ازاي انا بعمل السيف دوت؟ انا ممكن مثلا لو انا قلت مثلا عاوز اعمل ملف مثلا فور فيسبوك اهو رقم 01، تمام، وهقول له انا عايز اعمل سيف لده، هيقول لي عايز ملف اسمه ايه، ادي فيسبوك 1، تمام، وهبتدي ان انا اقول له انا عايز اشتغل باي بيكسل، تمام، وهبتدي اقول له مثلا 1500 بكسل مثلا في 1500 بكسل، وهقول له ان ده ار جي بي لان طبعا ده ملف هيتعرض على المونيتور، وهقول له سيف البريسيت. فاذا انا دلوقتي كده عملت سيف للبريسيت اهو باي ديفولت. لو انا جيت عملت لو انا عملت كليك على الملف اللي انا مسيبه ده وعملت كرييت، فيبتدي على طول يكرييت الارت بورت او بالمساحه بالمقاس اللي انا قلت عليه فيما قبل وانا مسيبه. طبعا كنترول ماينس كنترول بلس بعمل ايه، زوم ان وزوم اوت. طيب تاني فايل نيو، وهبتدي ان انا برضو اتكلم على كام حاجه تانية. تمام، انا عندي برضو مقاسات للموبايل، للويب، للبرنت، للبراندنج، للسوشيال ميديا، للالستريشن، فور فيلم، كل دي حاجات موجوده باي ديفولت. وبرضو في اضافه جديده في 2025 ان هو بيديك فري تمبلت، يعني موجوده بالفعل، حاجات موجوده بالفعل. اقدر هنا مثلا اكرييت الفلاير مثلا ده او السوشيال ميديا ستوري، واقول له هنا عايز اعمل داونلود، فيبتدي يلود الملفات الجاهزه ديت اللي موجوده في ادوبي الستريتور 2025. طيب هنا ابتدي بقى ايه انتقل لمرحله تانية. انا بدات اتكلم على النيو دوكيمنت والموضوع ده، فهبتدي ان انا اشتغل على الارت بورت. فايل نيو، وهبتدي ان انا اكرييت مالتي ارت بورت، كذا ارت بورت. لو هنا مثلا قلت له عايز 5 ارت بورت، هيقول لي ان بالطول ولا بالعرض، وهقول له هنا برضو في مور اوبشن، تمام. هيبتدي يقول لي انت عاوز الارت بورت اللي انت اشتغلت عليها او انت عايز تشتغل عليها دي عدد 5، هل هم جنب بعض ولا ورا بعض ولا التسلسل بتاعهم شكله ازاي؟ وهبتدي يقول لي برضو المسافة ما بين كل ارت بورت والتانية، هل هي 60 بكسل ولا اقل ولا اكتر، تمام، والمود بتاعها طبعا والريزوليوشن بتاعها. هبتدي ان انا اقول له كرييت نيو دوكيمنت، تمام. هنا بيقول لي ادي النيو دوكيمنت بالمقاس اللي انت حددته مسبقا. هنا اقدر برضو ان انا بالارت بورت اوبشن هبتدي ان انا كده انا واقف على ارت بورت رقم 1، كده انا واقف على الارت بورت رقم 2 وعلى 3 و4 و5، تمام. اي ارت بورت منهم اقدر ان انا اغير مقاس الارت بورت، ان انا اعمل دراج بالشكل ده اغير في المقاس بتاعها، تمام، او ان انا اخلي المقاس بتاعها مثلا حاجه تانية. اقدر ان انا اغير في المقاس، اخليها مثلا بالطول او بالعرض زي ما انا عاوز. اقدر ان انا اغير في المقاس بتاعها من المسافه اللي فوق ديت، المكان اللي فوق، تمام. انا كده كده شغال بيكسل، فاقدر مثلا اخليه مثلا 800 بكسل مثلا في 500 بكسل مثلا اهو. اقدر ان انا اعدل في المقاس بتاع الارت بورت. بالاضافه كده كمان ان في 2025 اقدر ان انا اكرييت ارت بورت اخرى يعني زياده، بس في الاتجاه اللي بيبان لي فيه علامه البلاس دي. اقدر اعمل كده، فيبتدي يقول لي انت كده عاوز ارت بورت جديده او الاتجاه ده. اقدر برضو ان انا اكليك هنا، فيبتدي يعمل لي ارت بورت تانية مختلفة وكلهم بالمقاس اللي انا عايزه، واقدر ان انا اعدل في المقاس فيما بعد، تمام كده. طيب تعالى نتكلم برضو عن نقطة ثانية في الارت بورت، ان انا اقدر اعمل كوبي للشعار دوت. هروح على اديت واقول له عايز اعمل بيست ان اول ارت بورت. يعني زي مثلا عندي المكان ده هو ده اللي انا شغال عليه، او ده المكان اللي انا عايز يكون موجود على الارت بورت. هبتدي اعمل كنترول سي واروح على اديت واقول له بيست ان اول ارت بورت. فهنا كده عندي عملت بيست لنفس الشعار على كل الارت بورت اللي موجوده عندي باختلاف حجمها في نفس المكان بالظبط. طيب واقدر برضو ان انا اروح اعمل ايه، ري ارينج للارت بورت. يعني مثلا عندي ملف تاني اهو، تمام، اقدر ان انا
بالارت بورت اوبشن اسلكت على الارت بورت واقول له ان انا عاوز اعمل لها ايه، ري ارينج او الاين. الالاين هيبتدي نعمل محاذاه، يعني هم موجودين بشكل مختلف، يعني كل واحده في اتجاه، هبتدي نعمل كده فكلهم يبقوا موجودين على نفس المحاذاه. تمام. وبرده دول اقدر ان انا اكليك وباي شيفت، هبتدي ان انا اكليك كده باي شيفت واروح اقول له الاين واقول له انا عاوز دول يكونوا موجودين على نفس الايه المساحه. تمام. طيب لو انا مثلا عندي الارت بورت ده، انا يعني ده في اتجاه وده في اتجاه تاني والدنيا بالشكل دوت، هقدر اقول عايز اعمل ري ارينج، يعني ابتدي ان انا اعيد ترتيب الارت بورت من تاني، وليكن مثلا عايزهم كلهم يكونوا ورا بعض، يعني 1 2 3 يكونوا ورا بعض. هبتدي اقول له كده واقول له اوكي، فهيبتدي ان هو فعلا يرتبهم بنفس الترتيب، او رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 كلهم موجودين ورا بعض. وممكن برضه اقول له اوبجكت ارت بورت ري ارينج ارت بورت، وابتدي ان انا اخليهم مثلا بدل ما هم ورا بعض اخليهم جنب بعض، او مثلا بيبتدي 1 2 3 4 اهو كده، 1 2 3 4 بالشكل ده كده، عايزهم بيكونوا بالشكل ده كده بالترتيب ده، اقدر ان انا اعمل دوت بكل سهوله. تمام. والارت بورت هي مساحه العمل اللي انا بشتغل عليها، يعني البروجكت فيه كذا حاجه مثلا، زي هنا مثلا في بوستر وفي فلاير او ليتر هيد وفي انفلوب، الانفلوب اللي هو ايه الظرف. تمام. وليبل، فابتدي ان انا اقدر اعمل ده بكل سهوله. طيب تعالى نتكلم برضه على نقطه تانية مهمه جدا بالنسبه للارت بورت. انا ممكن اقدر ان انا انا عايز دلوقتي اعمل سيف للشغل اللي قدامي ده، عايز اعمل له سيف بحيث ان انا احوله لراستر جرافيك واعرضه مثلا على عميل. طيب يلا بينا، انا ممكن نروح هنا فايل واقول له اكسبورت فور سكرين. تمام. هيقول لي انت عاوز تشتغل على الارت بورت، ممكن ابتدي ان انا احدد له بالظبط انهي ارت بورت اللي انا عايز ان انا اعمل لها سيف. تمام. هنا بيقول لي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. تمام. ولا في رينج مثلا معين من 2 ل 3 مثلا سي. تمام. انا هنا قايل له اول، وهبتدي احدد له المكان ان انا هسيف فيه الارت بورت ديت، وهقول له كمان الفورمات، هل مثلا بي ان جي او ان انا عايز اسيبها مثلا از بي دي اف. تعالى نتكلم لو هي بقت بي دي اف اكسبورت، هو كده بيعمل اكسبورت لمجموعه ارت بورت از بي دي اف. ده كده عمل كل ارت بورت از بي دي اف مستقله لوحدها. ادي اول واحده، تاني واحده، تالت واحده، وهكذا، بحيث ان هو ده شغل منفصل عن بعضه، اذا كان مثلا بوستر او كارت او انفلوب او مثلا ليبل او ما الى ذلك. اعمل سيف للارت بورت بالشكل دوت بالفورمات اللي انا عايزه بقى، بي دي اف، بي ان جي، جي بي جي، وهكذا. تمام. في حاجه تانية برضو مهمه جدا، تعالى نعمل فايل اكسبورت اللي هو السكرين. تمام. حاجه اسمها اسيتس. تمام. يعني ايه بقى؟ انا هعمل اسيتس الارت بورت. تمام. واقول له عايز هنا اسيتس اكسبورت. هبتدي مثلا اكليك على اجزاء معينه من التصميم وابتدي ان انا احطها هنا از اسيتس. تمام. ده مثلا اسيتس، ده اسيتس. تمام. يبقى انا كده ممكن اسيب مثلا اجزاء معينه من التصميم، اللوجو او مثلا رسم معين او جزء معين، هبتدي ان انا اسيبه لوحده، مش هسيب الملف كله، هسيب بس اجزاء من الملف. تمام. واروح هنا على فايل اكسبورت، ادي الاسيتس، وابتدي ان انا اكليك عليها واقول له عايز اكسبورت. برضه بيقول لي اكسبورت باي اوبشن، از بي ان جي ولا اي اي ولا مثلا بي دي اف او ما الى ذلك. كل الحاجات دي انا متاح ان انا اعمل بي دي اف مثلا من الاسيتس دي، واقول له اكسبورت اسيتس بنفس المكان على الديسكتوب. اوكي. هنا هيبتدي يسيف الشعار لوحده او الايكون اللي انا محددها سلفا از اسيتس. ادي اسيتس رقم 1 اللي هو الشعار مثلا بتاع جرافيكس جيم، وده اسيت رقم 2. تمام.
وبكده احنا نكون اتكلمنا على ازاي تكريت نيو دوكيمنت، وازاي ان انت تقدر تتعامل مع الارت بورت، واتكلمنا على الاوبشنز الجديده اللي موجوده في ادوبي 2025 بالنسبه للارت بورت. ولو انت وصلت للمرحله دي او وصلت للنقطه دي من الفيديو فده شيء كويس جدا، وانا اقدر دوت تقدير كبير جدا، ورجاء تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وتبتدي ان انت تتابعنا عشان تكمل الكورس بتاع ادوبي الستريتور 2025. والقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.